ونزلنا في فيديو جديد. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي انزلوا دوسوا على اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات علشان خاطر تاخدي حسنات واخد انا معاكي. النهاردة نازلين بفيديو عاملين بيتزا، عاملين البيتزا بشكل وطعم ووسط مكونات، بأبسط المكونات. أي حاجة عندنا في البيت هنعمل بيها البيتزا. عجينة البيتزا من أسهل ما يكون. شايفين الجمال وشايفين الحلاوة؟ والله ولا أروع من كده. وطلعت كمان ريحتها خطيرة وطعمها كمان ولا أروع من كده. والله أحلى من بتاعت بره بكتير، وعلى الأقل هتكوني انتي عاملاها بيدك وضامنة النظافة بتاعتها وضامنة كل حاجة فيها، يعني غير اللي بنجيبها من بره. النهاردة انا طبعا منزله لكم الفيديو. طبعا العجينة جاهزة. طب هتقولوا لي ليه ما عملتيش العجينة قدامنا وايه مكونات العجينة؟ هقول لكم انزلوا تابعوني في القناة، انا منزلاها قبل كده من الالف للياء، وعاملة العجينة معاكم، وعملت البيتزا كده. عملت صينية بيتزا كبيرة جدا جدا جدا، وعملتها غير الخلطات اللي انا عاملاها في الفيديو ده. يعني عاملاها بالجبنة بس، وكنت عاملاها يعني ايه بطرق كتيرة. يعني بصوا انزلوا وشوفوا الفيديو هتلقوا العجينة من الألف للياء، عاملاها معاكم خطوة بخطوة وهتطلع معاكي ناجحة جدا. أنا هنا جبت الصواني بتاعتي ودهنتها كويس خالص، وطبعا العجينة معايا جاهزة علشان ما اخدش وقت معاكم. وقلت اللي حابب يعرف الطريقة هينزل في الفيديو اللي أنا منزلاه قبل كده على القناة. طبعا انا بدهن الصينية، بدهنها كويس، وبعدين بفرد العجينة بتاعتي وبجيب الشوكة كده وبحاول ان انا افرغ فيها الفراغات علشان ما تتنفخش معايا فين في الفرن، وعلشان تطلع جميلة وهشة وحلوة خالص. طبعا انا عندي هنا تسبيكة الصلصة زي ما انتوا شايفينها، بتبقى تخينة خالص، وبتبقى فيها جميع البهارات وجميع التوابل، وبتبقى عاملاها حلوة خالص كده. لازم تبقى معاكي تخينة، ما تبقاش ماهي. انا عندي هنا جالية صدق وجالية كبدة، وعندي هنا فلفل مقطعة، وعندي هنا لانشون مقطعة ولانشون صحيح، وعندي هنا طبعا الطماطم اللي مخرطاها دواير، وعندي فلفل هنا للي بيحب الحاجة سبايسي. طبعا هتعملي مثلا واحدة سبايسي او اتنين سبايسي زي ما انت عايزاها، او اللي ما بيحبش الحاجة اللي فيها سبايسي او حراجة فيها شطة يعني بلاش منها خالص. طبعا انا عندي هنا المكونات زي ما انتم شايفينها. ولو حابة تضيفي مكونات غير كده خالص، حابة تضيفي تونة، حابة تضيفي جبنة جريش، جبنة عادية، مفيش اي مشكلة. البيتزا دي بسم الله ما شاء الله بتتعمل بجميع الانواع وبأبسط الطرق وكل حاجة. يعني انت ممكن تحطي فيها اي مكونات مش هتقولك لا. انا جبت هنا جبنة موزاريلا معايا، وطبعا انا هنا عملت الحواش بتاعتي حشيتها كويس خالص. وعلى فكرة هي مش غالية قوي، يعني انا جبت الكيس كان ب35 جنيه تقريبا، من 30 ل35 جنيه. انا جبت كيسين، ما استخدمت يعني استخدمتهم على ال4 صواني، يعني الكمية بتاعتهم كانت كويسة خالص. طبعا بحط هنا طبقة من الصلصة، وبعدين انا هنا الكبيرة الصينية الكبيرة عملت نصها كبدة وعملت نصها صدق، يعني عملت نصها كده ونص كده. وطبعا زي ما انتوا شايفين رشيت عليها شوية لانشون كده مقطعين، وبعدين بنزل بعد كده بحط اللي هي دواير الطماطم كده من فوق، وبرصها زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. لو عندك طبعا اللي هو الزيتون الاسود الزيتون الاخضر مفيش مشكلة. انا ما كانش عندي بس مش يعني مفيش مشكلة، يعني عندك حط ما عندكيش خلاص، يعني يمشي حالها على كده. وعندي هنا الصينية دي انا شكلتها برضو كبدة وصدق، ورشيتها كده مش نص ونص، لا حطيتهم كده في فيها كلها في الصينية كلها. وطبعا عملت برضو لانشون وحطيت عليها دواير طماطم. اما دي طبعا عملتها باللانشون بس، ما حطيتش كبدة ولا لا، عملت صينيتين كبدة وصدق وعملت صينيتين لانشون بس. كان نفسي يكون عندي جبنة، لاني بحط مع اللانشون الجبنة الجريش طبعا بتدي طعم فوق الخيال. والله العظيم بتبقى طعمها ما شاء الله.
اعمليها وجربيها في البيت وفرحي ولادك. طبعا غير بتاعة بره خالص، بتاعة بره مش هقولك وحشة ولا الكلام ده كله، بتبقى حلوة بس اولا غالية اوفر خالص، يعني غالية خالص. انا بتمن مثلا واحدة بره انا ممكن اعمل كذا واحدة في البيت، وغير كده ضمن النظافة بتاعتها وضمن كل حاجة فيها، وهتطلع برضو جميلة. علشان ما تنشفش معاكي حاولي بقدر الامكان ما تخليهاش مثلا على الرف اللي تحت خالص فترة طويلة، انت بتسيبيها يا دوبك دقيقتين في الرف اللي تحت، وبعدين بتطلعيها في الرف اللي وسط وخلاص. حيث ما اتنفخت معاكي هي بتستوي بسرعة، لان الطبقة اصلا بتاعتها رهيفة فمتاخدش وقت، فكل ما انت تديها وقت في الفرن فهي ده اللي بيخليها تنشف معاكي. طبعا انا عندي هنا في صينيتين انا حطيت فيهم الجبنة الاول وقبل ما احطها في الفرن، اما التانيين حطيت فيهم الجبنة بعد ما اديت لهم نص سوا في الفرن. يعني بسم الله ما شاء الله اتنفخت معايا وبقت حلوة خالص زي ما انتم شايفين اهي، بقت تحفة وكناها. ويا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه حتى لو بحاجة بسيطة، وشكرا جدا على المشاهدة. ما تنسيش تعملي لي لايك وتعملي لي شير وتعملي لي كومنت حلو زيك، وتابعوني على القناة وانتظروني في فيديو جديد. يلا سلام.